أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: الصقر أحمد حسن يكشف عن 3 عروض برتغالية لضم عبد المنعم من النادي الأهلي. قال أحمد حسن: هناك 3 فرق من أندية القمة في البرتغال على رأسها نادي بورتو البرتغالي لديهم اهتمام كبير بضم عبد المنعم بعد متابعته في الفترة الماضية. الساعات الماضية شهدت تحركات من جانب الأندية البرتغالية الكبيرة التي تشارك في دوري أبطال أوروبا لاستطلاع رأي اللاعب والنادي الأهلي من أجل إتمام الصفقة. خبرنا الثاني: شوبير يعلنها كهربا مفاجأة كولر في القمة. قال شوبير: كهربا هيكون مفاجأة كولر في القمة بمركز المهاجم، وقد يشارك بشكل أساسي من بداية اللقاء، وسوف يتواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى ومعلول في الجبهة اليسرى ومروان عطية وإمام عاشور في خط الوسط وربيع وعبد المنعم في الدفاع وحسين الشحات وبيرسي تاو في الهجوم، مع استمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى. خبرنا الثالث: تعرف على قائمة الزمالك التي سافرت اليوم إلى السعودية. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين، حمزة المسلوسي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف رؤى، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيد عبد الله نيمار، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، زيزو، شيكابالا، مصطفى شلبي، أوباما، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا. خبرنا الرابع: عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدتنا على تسديد غرامة كهربا. تحدث عمرو أدهم عضو إدارة الزمالك وقال: العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي ساعدت في تسديد غرامة كهربا، وحصلنا على كامل مستحقاتنا. الشكل الحضاري اللي ظهر في زيارة الأهلي للزمالك يجب أن يتواجد بين كل الأندية. خبرنا الخامس: وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر يفتح النار على ناصر ماهر. قال وليد دعبس: ناصر ماهر يريد أن يظهر لجمهور الزمالك أنه زملكاوي حتى النخاع، وهذا غير صحيح. ناصر ماهر بيقول أنه زملكاوي من ولادته رغم أنه كان لاعب في النادي الأهلي. هو لاعب غير منضبط، ما كانش منضبط لا في الأهلي ولا في مودرن فيوتشر. ناصر ماهر لا هو زملكاوي ولا أهلاوي ولا حتى فيوتشراوي.